حكاية النهاردة أنا شفتها على بودكاست من الخاصين بالجرائم الأجنبية. الحكاية كانت وصلت لهم من أخت الضحية نفسها، سيدة في تكساس اسمها جوليتا ويلكنسون. كانت عايزة مساعدة في إعادة كتابة الرواية الغلط اللي اتقالت عن موت أختها. موت اتصنف إن هو حادثة مخزية في الثمانينات في مدينة صغيرة في تكساس، لدرجة إن عيلتها ما بتتكلمش عنه تماما. عشان كده هي عمرها ما قدرت تعبر عن قلقها بخصوص مسرح الجريمة اللي اضطرت تنظفه بنفسها، واللي هي مؤمنة إنه كان بيشير لجريمة قتل. خلوني أقرأ لكم الرسالة اللي الأخت كتبتها. قالت: أهلي ما كانوش عايزين يفتحوا الموضوع ويعملوا شوشرة عشان ماضيها ممكن يحرج العيلة وابنها اللي عنده 3 سنين. قلت لهم إني بعد ما يتوفوا هدور ورا الحقيقة، ودلوقتي هم ماتوا وأنا حاسة إنه آن الأوان أحقق بجد في موتها، لأنه مليان بالصدف والتناقضات، وأنا كارهة إن ابن أختي عاش ال40 سنة اللي فاتوا وهو مصدق إن أمه قتلت نفسها بالغلط. أخت الضحية دي كانت مصدقة إن أختها ممكن تكون اتقتلت فعلا على إيد قاتل متسلسل معروف. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة هتكون غامضة ومثيرة ومليانة بالتساؤلات والنظريات، اتمنى انها تعجبكم ويلا بينا نبدأها. لما كانت جوليتا عندها 14 أو 15 سنة جالهم تليفون من مكتب المقاطعة ومعاه خبر صادم. أختها روينا اللي عندها 20 سنة ماتت في شقتها في تكساس. الموضوع كان غير متوقع للجميع، والصدمة زادت أكتر بسبب اللي السلطات قالته لهم. وفقا لمكتب مأمور المقاطعة، روينا ماتت منتحرة أثناء ممارسة العادة السرية. الحبل اللي حوالين رقبتها واللعبة الجنسية اللي على سريرها كانوا العلامات الواضحة اللي الضباط شاوروا عليها وهم بيبلغوا الخبر ده للعائلة. بس لما جوليتا ووالدها راحوا شقة روينا عشان ينظفوها تاني يوم، شافوا حاجات تانية كتير رسمت لجوليتا صورة مختلفة تماما عن اللي حصل. روينا كانت لسه ناقلة للشقة دي قريب، فما كانش في حاجات كتير جوه أصلا، وده خلى الحاجات اللي موجودة تلفت النظر أكتر. كان في عملات معدنية مرمية على الأرض، وضفر إكليريك مكسور وعليه دم، ومية لسه في الدش بعد يوم كامل. شباك المطبخ كان مكسور وفي إزاز على الأرض منه، بس عشان اتصنفت انتحار التحقيق كان قصير جدا، والقضية اتقفلت تقريبا في نفس اليوم اللي اتفتحت فيه. وعيلة روينا اتسابوا عشان يتقبلوا كلام مأمور المقاطعة، وخلاص كده الموضوع مؤلم ومحرج ليهم حسب كلام جوليتا أختها. حتى لو والدها كان شايف نفس الحاجات اللي البنت شافتها وكان بدوره عنده شكوك بالتأكيد، بس ما قدروش يتحملوا انهم يضغطوا عشان تحقيق أعمق. كمان دي مدينة صغيرة في تكساس في الثمانينات، فالناس وقتها ما كانوش بيشككوا في الضباط وسلطات إنفاذ القانون عكس اللي بيحصل دلوقتي بره. وقتها الناس هناك كانوا بيثقوا أكتر في جهاز الشرطة، وزي ما تقولوا بيقولوا مع نفسهم هم أكيد عارفين أكتر مننا، لو قالوا إنه انتحار يبقى هم أدرى. فوقتها عيلتها ما حسوش إنهم يقدروا يعملوا مشاكل وقتها مع حد. واضح إن ما كانش في حاجة جوليتا تقدر تعملها وهي مراهقة، بس الإحساس المزعج اللي كان عندها دايما بخصوص موت أختها فضل يكبر جواها كل ما كانت بتكبر في السن. ولما والديها توفوا قررت إن آن الأوان توصل للحقيقة، فأول حاجة عملتها إنها قدمت طلب للحصول على السجلات من مكتب المأمور بتاع المقاطعة عشان ملف قضية أختها. ولما استلمت الأوراق دي ما كانتش مصدقة اللي بتقرأه، لأن ما كانش فيه أي ذكر في الأوراق دي للعملات المعدنية اللي وقع على الأرض، ولا الضافر اللي كان عليه دم، ولا الشباك المكسور. الجزء بتاع العملات المعدنية ده ممكن تجاوزه، لأن لما الضباط وصلوا لقوا إن باب شقة روينا كان مدفوع ومفتوح، وكان في ترابيزة قهوة زي ما تكون متحركة من مكانها في الطريق. لما حققوا في الموضوع ده اتضح إن جارة وصديقة لروينا هي اللي لقيتها فعلا، وقالت إنها عارفة إن الباب ما بيتقفلش بالمفتاح، فروينا كانت بتزق ترابيزة القهوة دي ورا الباب كطريقتها في قفل الباب وتأمين نفسها. فالسيدة اللي لقيتها هي وسيدة تانية اضطروا إنهم يفتحوا الباب بالعافية ويزيحوا الترابيزة دي، فيعني ممكن روينا كان عندها طبق فيه عملات على الترابيزة واتنطوروا لما الباب ده اتزق. بس حتى لو تجاهلوا ده للسبب ده، بس ازاي تجاهلوا الضافر اللي كان عليه دم؟ جوليتا فاكرة إن وهي بتنظف ادت الضافر ده لوالدها وقالت له أعتقد إن ده ممكن يكون مهم. والدها قال إنه سلمه للمحققين وقتها، بس مفيش أي سجل للكلام ده أبدا في الأحراز اللي معاهم. فكل الحاجات دي هي كانت عارفة إنها جزء من المسرح بتاع الجريمة، لأنها شافته بعينيها، هي اللي كانت بتنظفه بإيديها، والحاجات دي ما اتذكرتش أبدا في تقرير المأمور. كمان كان في حاجة تانية مفاجأة في التقارير دي. كان في حاجات كتير مذكورة هم وعيلتها ما كانوش يعرفوها، زي تقرير التشريح اللي بيشير لأن ضافر روينا الرابع في ايديها اليمين كان مفقود، وده غالبا اللي جوليتا لقيته، بس ما لقوهوش في المكان اللي كانت فيه روينا.
طبعا ده بيشير لخناقة أو صراع حصل في الليلة دي، صح من غير شك. الشقة ما كانتش كبيرة أصلا، كانت عبارة عن استوديو صغير بحمام ومطبخ صغيرين، وروينا كان عندها كنبة وسريرين. السرير الرئيسي كان بهيكل حديد، وسرير تاني احتياطي في الناحية التانية من الأوضة دي. والمثير للاهتمام إنهم لقوا روينا جنب السرير الرئيسي، والسرير الرئيسي وترابيزة القهوة في ناحيتين عكس بعض في الأوضة. والضفر المكسور اللي لقيته أختها كان ناحية الترابيزة بتاعة القهوة دي، فبعيد تماما عن السرير. فمفيش طريقة تقول إنها عملت حاجة في نفسها فالضفر ده وقع الناحية دي، لأنه لو كان وقع فعلا كان هيقع جنبها. فده أكيد بيشير لصراع حصل. لما لقوها كانت قاعدة على الأرض عارية تماما، ما عدا عقد خرز سميك ملفوف وحبل نايلون ملفوف حوالين رقبتها ومربوط في هيكل السرير. كان في دم على ايديها الشمال ومادة لزجة صفرة على كتفها ودراعها الشمال. تقرير التشريح كمان ذكر وجود خدوش على رقبتها، وده ممكن يكون محاولة روينا إنها تشيل الحبل من على رقبتها. ملاية السرير كانت متكلكعة في ناحية واحدة، وكان في لعبة جنسية على السرير مع إزازة ويسكي مفتوحة وفيها الخمس تقريبا. كان في كمان مخدتين، واحدة فوق التانية، وعلى الجنب كان في بقايا سيجارة ماريجوانا في طفاية على الكومودينو. بس الغريب إن تحليل السموم بتاعها أظهر مستويات طبيعية من دواء كانت بتاخده بوصفة طبية، ونسبة الكحول في الدم كانت 7/100، فمش كتير أبدا. كمان كان 0 ماريجوانا في دمها، يعني واضح جدا إن كان في حد تاني موجود معاها هناك. كمان ملايات سرير روينا كان عليها بقع دم كبيرة مخففة وكمية صغيرة من السائل المنوي. كان فيه سائل منوي جواها، وأكياس المخدات كان عليها نقط دم. كمان كان في شعر في الملاية مش بتاعها. هم حاولوا يعملوا تحليل فصيلة الدم بالسائل المنوي ده، وعرفوا إنه يخص شخص فصيلة دمه O. وعلى ما يبدو إنهم ما كملوش أبعد من كده، لأنهم قالوا إن مفيش أي علامات على اعتداء جنسي حصل لها. تقرير التشريح كان مكتوب فيه توجد كدمات طولية متماثلة موجودة على الجانب الداخلي للدراعين من فوق، وحجم وشكل الكدمات بيوحي إنها نتيجة إن الشخص اتمسك بقوة من الخلف. أطراف الأصابع عملت ال4 كدمات المتماثلة المنفصلة على كل جانب. طبعا ده دليل يخلينا على الأقل نسيب الاحتمال مفتوح إنها اتقتلت. في التقرير كان في إشارة لأن المحققين لقوا إيصال أشعة إكس في دولاب روينا. مفيش ملاحظات تانية على الموضوع ده، فدي مجرد نظرية عشوائية جت للمحققين إن ممكن يكون ده له علاقة بالموضوع بتاع إنهاء حياتها. يمكن روينا جالها أخبار طبية وحشة، ويمكن تكون كانت عايزة تنهي حياتها بسبب ده. تاني حاجة اعتمدوا عليها في نظرية الانتحار ده كانت الكلام اللي اتكلموه مع مدير روينا، كان شخص اسمه جول، كان صاحب محل المشويات اللي هي شغالة فيه. قال للشرطة إن روينا أخدت جرعة زيادة من الحبوب قبل كده، وجوليتا أختها مش فاهمة إيه معنى الكلام ده. قالت إنها سألت كذا حد يعرف أختها كويس بما فيهم عمتها اللي كانت دكتورة المدينة إذا كان الكلام ده حقيقي ولا لأ، ومحدش تاني سمع خالص إن روينا أخدت جرعة زيادة قبل كده أو حاولت تنتحر. فالسؤال هنا، جول عرف منين الكلام ده؟ محدش يعرف، وللأسف هو مات سنة 2002، فمحدش يقدر يعرف منه. تالت وآخر حاجة دعمت نظرية الانتحار بتاعتهم دي وخلتهم متأكدين منها، هو إن التقرير بيقول مفيش أي علامات على الدخول عنوة لشقة روينا. فأعتقد هم كانوا بيفكروا إن لو محدش دخل الشقة يبقى هي كانت لوحدها ولازم يكون انتحار وخلصت الحكاية. بس كان في علامات دخول عنوة هم بس ما كتبوهاش، الشباك اللي كان مكسور، وكمان بابها اللي أصلا ما كانش بيتقفل بالمفتاح. فإزاي بيدوروا على دخول عنوة لباب أصلا ما بيتقفلش؟ جوليتا أختها بعد ما أخدت السجلات دي كلها وقرأت كل حاجة بالتفصيل، كل غريزة وشك كان عندها طلع صح. كانت عارفة في قرارة نفسها إن في حد قتل أختها، بس السؤال اللي كان محيرها هو مين؟ خلال 20 سنة اللي بعد كده فضلت جوليتا تغلي من جواها، وهي عارفة إن حق أختها مجاش لحد سنة 2006، وده لما جالها مكالمة من قوات تكساس رينجرز وسألوها سؤال صادم: هل أختك روينا كانت تعرف واحدة اسمها ميلودي بوش؟ جوليتا عمرها ما كانت سمعت الاسم ده قبل كده، الاسم ما كانش له أي صدى ولا له معنى بالنسبة لها. بس لما سألت هما بيسألوا ليه، أخدت صدمة عمرها، لأنهم قالوا لها إن قبل موت أختها ب6 شهور ميلودي بوش اتقتلت في نفس المدينة الصغيرة، وفي قاتل متسلسل اسمه روبرت تشارلز براون اعترف بقتل ميلودي. فهم بدأوا يتساءلوا هل ممكن يكون مسؤول عن موت روينا هي كمان؟ الموضوع ده أصلا والنقطة دي اللي أثروها كانت غريبة، لأنهم ما كانوش بيعتبروا أصلا قضية روينا قضية قتل، هي كانت قضية انتحار واتقفلت قبل 25 سنة. فهي ما كانتش من ضمن مجموعة الوفيات اللي بيبصوا فيها لو عايزين يربطوا الراجل ده فعلا.
المهم بعد مكالمتهم دي لجوليتا بدأت تدور لو في أي صلة ما بين أختها وما بين ميلودي دي. بدأت تسأل الناس بس محدش كان شايف إنهم يعرفوا بعض، بس ده ما بينفيش بالضرورة وجود صلة، خصوصا لما عرفت أكتر مش بس عن الأحداث اللي سبقت موت أختها، لكن عن اللي روبرت تشارلز براون القاتل المتسلسل يقدر يعمله والظروف المحيطة بقتل ميلودي بوش. كل اللي جوليتا كانت تعرفه عن آخر يوم لأختها جاي من صديقة وجارة لروينا، سيدة اسمها روبي اتشيري، ومديرة روينا جيسيكا. جيسيكا قالت إن روينا سابت ابنها معاها واستلفت عربيتها النقل لليوم ده، وروبي قالت إن هي وروينا خرجوا في المدينة مع مجموعة صحاب وقضوا معظم الليلة في بار اسمه ستاج كلوب. اتضح إن قبل موت روينا ب6 شهور تقريبا، يوم 19 مارس سنة 1984، ميلودي آن بوش كانت بتسهر مع زوجها روبرت بوش في أوضة في موتيل. كان في شخصين تانيين هناك، وهي وزوجها اتخانقوا، وميلودي سابت الأوضة دي ومشيت لحد ستيج كلاب، وهو آخر مكان اتشافت فيه ميلودي حية. وبعد 12 يوم لقوا جثتها على بعد كام ميل شمال المدينة مرمية في مجرى مائي. الطبيب الشرعي حدد سبب الوفاة إنه تسمم حاد بالأسيتون، فكانت جريمة قتل من غير شك. في الوقت ده قضية ميلودي ما اتربطتش أبدا بروبرت تشارلز براون، لأن جوز ميلودي كان المشتبه فيه الرئيسي في موتها، بس السلطات ما كانش معاهم أدلة كافية لاتهامه. وبعدين ما مرش وقت كبير وموت روينا حصل. معرفش ازاي ما خطرش على بال حد ان القضيتين دول ممكن يكونوا مرتبطين ببعض. وقتها الناس بالتأكيد ما كانوش واخدين بالهم ان الاتنين اتشافوا آخر مرة أحياء في نفس البار. بس لو جرينا الشريط شوية لسنة 2003، مكتب المقاطعة بتاعت كولورادو جاله الجواب المرعب ده من روبرت تشارلز براون، اللي كان مسجون بالفعل وبيقضي عقوبة عن جريمتين قتل منفصلتين. خلونا نقرأ الجواب ده. فكرت كتير وبعمق في اختيار حادثة ما تتوهش وسط الحوادث الكتير التانية، ومدينة صغيرة جدا كانت أحسن رهان ليا. المدن الصغيرة ما بتنساش الحوادث النادرة دي. المدينة اللي اخترتها هي فلاتونيا بتكساس. مفيش أصغر من كده. السنة كانت تقريبا 1984 أو 85. سيدة شابة اتقتلت وجثتها اتلاقت قريب من المدينة دي. آخر حاجة سمعتها إن زوجها كان متهم بقتلها. أنا عندي فضول أعرف النتيجة النهائية، أرجوكم عرفوني وبعدين ممكن نتكلم أكتر في الموضوع ده. تكساس بتحب تقتل الناس، وده المفروض يديكم حاجة تفكروا فيها. كان موقع على الجواب ده باسمه روبرت تشارلز براون. روبرت كان بيبعت للمحققين في كولورادو رسائل غامضة بقاله سنين، زي واحدة كانت خريطة مرسومة بالإيد لأمريكا وعليها أرقام في كام ولاية، وكأنها بتشير لعدد الضحايا اللي عنده في كل ولاية من دول. إجمالا أعتقد إن روبرت بيدعي إنه قتل 48 شخص وكتب رقم 7 في تكساس. المحققين في كولورادو مصدقين على الأقل جزء من الكلام بتاعه. هم عارفين إن الرجل ده قادر يعمل حاجات سودة. احنا ما عندناش وقت نغوص اكتر في قصته، لان الحلقة ممكن تبقى 8 ساعات لو اتكلمنا في القصة بتاعته، بس يمكن نبقى نعمل لها حلقة مستقلة لوحدها. السلطات في كولورادو كانوا بيحاولوا يطلعوا معلومات من روبرت عشان يشوفوا اذا كانوا يقدروا يربطوه فعلا ببعض القضايا دي اللي حصلت في تكساس، بس الراجل ده كان بيلعب العاب نفسية، وواضح ان اللي بيسعى ليه هو الشهرة السيئة. فالشرطة بدأت تجمع الأدلة الصغيرة بتاعت روبرت وتشوف لو تقدر تطابقها مع قضايا حقيقية، واعتقدوا ان جوابه عن سيدة فلاتونيا كان بيشير لميلودي بوش. بس الموضوع اخد سنة عشان حتى يخلوه يرد تاني بخصوص ميلودي، ولما رد روبرت عليهم كتب الكلمات دي بس: فلاتونيا إثير مفك تلج. بس ده كان غلط، لان احنا عارفين ان الطبيب الشرعي حدد سبب الوفاة ان هو تسمم حاد بالاسيتون، ومفيش طعنات ولا جروح قطعية او اي حاجة قريبة من ده. سألوا روبرت عن الموضوع ده إذا كان استخدم أسيتون في قتلها، وقال إن هو عمره ما استخدمه على أي ضحية من ضحاياه. فالمحققين قالوا إنه جايز بيتلخبط ما بين الإيثير والأسيتون. بس لما المحققين سألوه بعد كده عن طعنات بمفك التلج، روبرت أصر على كلامه. قال إنه استخدمه وكان عايز يتأكد إنه يوصل لقلب ميلودي في طعنها على الأقل 2 أو 3، وده مش موجود خالص في تقرير التشريح. بس الفكرة بقى ان الطبيب الشرعي اللي عمل التشريح ده كان عنده بلاوي كتير وكان اتحقق معاه قبل كده، فما نقدرش نثق 100% في تقرير التشريح ده. الموضوع أخد أكتر من 5 شهور بعد جواب مفك التلج ده عشان المحققين يقدروا يكلموه وجها لوجه. بس لما كلموه حكى قصة كاملة عن ميلودي بالتفاصيل. قال إن هو كان شغال في شركة توصيل ورد، وخط سيره كان بيعدي بانتظام على فلاتونيا. وقال إنه في ليلة من الليالي راح البار اللي اسمه ستيج كلوب عشان يشرب هناك،
وساعتها دخلت سيدة سكرانة لابسة جينز وبلوزة وكانت من غير حاجة في رجلها. افتكر ان السيدة دي قالت ان هي وزوجها او صديقها او ايا كان اتخانقوا، وهي اعتقدت انه راح بار تاني في اخر الشارع. قال ان هو اتعرف على السيدة دي وراحت معاه الأوضة بتاعته في الفندق اللي كان قاعد فيه وعملوا علاقة مع بعض. وبعدين روبرت قال نصا: وبعدين استخدمت الإيثير عشان أخدرها، وبعدها استخدمت مفك التلج عشان أقتلها. بعدها قال ان هو نزل فطر بره، وبعدين رجع اخد السيدة دي وحطها في العربية الفان بتاعته وساق بيها شمالا على الطريق السريع، ورمى جثتها من فوق كوبري في مجرى مياه. قال ان هو سمع صوتها وهي بترتطم في المية، وان المنطقة دي كانت مليانة عشب طويل ومية. ده كان كل اللي قاله. الجزء الاخير ده كان دقيق نوعا ما. كمان مديرة البار اللي اتشافت فيه اخر مرة ميلودي وهي عايشة قالت كلام اكد الرواية بتاعته دي. قالت إن حوالي الساعة 11:30 مساء من الليلة دي دخلت ميلودي للبار، وكانت مشيتها مش مظبوطة، كأنها سكرانة بزيادة. كانت لابسة بنطلون جينز وسويتر، وكانت حافية القدمين. مديرة البار قالت إنها كانت عارفة ميلودي كويس، لأن ميلودي كانت أحيانا بتشتغل جرسونة في نفس البار ده، وكانت دايما بتتخانق مع زوجها، وده صح برضه. المهم إن مديرة البار ده قالت إنها في الليلة دي فعلا ميلودي مشيت مع رجل كان بيبيع ورد، فيعني روايته على ما يبدو إنها صحيحة تماما. خلونا نرجع تاني بقى لروينا. على الرغم من التشابه ما بين ميلودي وروينا في طريقة القتل وآخر مكان اتشافوا فيه وكل الأمور دي، إلا إنهم عمرهم ما ربطوها رسميا بروبرت تشارلز براون. بس حتى لو ما اتربطش رسميا بيها، جوليتا أختها كانت بتتساءل لو ده ممكن يكون حقيقي. روبرت تشارلز براون أصلا محبوس حتى يومنا ده ولسه عايش وموجود في السجن. وأثناء مقابلة من المقابلات اللي اتعملت معاه في السجن، واحد سأله: هل لك علاقة بموت روينا؟ هو رد وقال: آسف، ما أقدرش أساعدك، أنا معرفش أي حاجة عن الشخص اللي بتسأل عنه. لو كنت أعرف أي حاجة أو كان ليا علاقة بيه كنت هقولك. أنا رجل عجوز وقريب من نهاية حياتي، ومعنديش سبب أخبي أي حاجة. أنا كده كده مكمل في السجن طول عمري، فيعني أنا حاسس إن أنا مصدقه نوعا ما. بس كان في شخص تاني غير روبرت تشارلز براون ممكن يكون مشتبه فيه أقرب منه. كان رجل عنده علاقة بالسيدتين دول، وكان مثير للاهتمام أكتر بكتير. الراجل ده كان اسمه روب، وده واحد كانت مرتبطة بيه روين قبل ما تموت بحوالي سنة. روب عاش معاها لفترة قصيرة في سان ماركوس في تكساس لما انفصلت عن زوجها. قبل ما ميلودي تروح نادي ستيدج الليلة دي، كانت مع زوجها وشخصين تانيين كانوا بيحتفلوا في أوضة في موتيل. احنا عارفين ان ميلودي بدأت تتخانق مع زوجها بخصوص حاجة، وبعدين خرجت متنرفزة. بعدها الزوج قال للمحققين إنه نام وصحي الساعة 6 الصبح تاني يوم ولقى زوجته ما رجعتش البيت. الزوج ده كان دايما مشكوك فيه بالنسبة للناس، وعلى حد علمي ما اتبرأش رسميا كمشتبه فيه. بس بعد كده الناس نوعا ما بينسوه وبينسوا كل حاجة حصلت الليلة دي بمجرد ما روبرت براون بيظهر في الصورة. بس الملفت بقى للانتباه واللي يخص القضية بتاعت روينا، كان واحد من الشخصين التانيين اللي كانوا معاهم الليلة دي في الموتيل ده، اللي كان اسمه كوبر تشيري. فاكرين صاحبة روينا اللي ذكرناها في أول الحلقة وقلنا إن هي اللي اكتشفت جثتها وهي اللي زقت الباب والأمور دي؟ اتضح بقى إن الصديقة دي كان اسمها روبي تشيري، واتضح إن روبي كانت متجوزة كوبر في وقت من الأوقات. روبي قالت إن في الليلة اللي قبل ما روينا تموت على طول الاتنين خرجوا عشان يسهروا سوا، بس قبل ما يروحوا ويبدأوا سهرتهم روينا راحت مع روبي عشان يوصلوا ابن روبي لكوبر. هما كانوا مطلقين في الوقت ده، فاحنا عارفين ان كوبر وروينا كانوا في نفس المكان لمرة واحدة على الأقل الليلة دي، الليلة اللي قبل مقتلها مباشرة. بعدها روينا وروبي خرجوا مع بعض وراحوا النادي بتاع ستيج، قعدوا مع ناس كتير يعرفوهم، وروبي سردت قائمة بكل الناس دي، ومفيش حاجة غريبة حصلت بعد كده. قالت انهم روحوا البيت حوالي الساعة 4 صباحا. الاتنين كانوا عايشين في شقق صغيرة جنب بعض. وبعدها روبي بتقول ان الصبح جيسيكا اللي كانت مديرتهم في محل المشويات اللي بيشتغلوا فيه هي اللي كانت بتراعي ابن روينا، جت تخبط على بابها وصحتها. اظن انها كانت بتدور على روينا عشان معاها ابنها. بس روبي قالت لها ان روينا غالبا لسه نايمة، لانها كانت بتفوق لسه من السكر لانهم رجعوا متأخر جدا. ولما روبي كلمت طليقها عشان تاخد منه ابنهم، قال لها انه سايب ابنهم مع جليسة اطفال، وراحت اخدت ابنهم من عندها. فالسؤال اللي كان هنا: ليه كوبر اضطر يقعد ابنه مع جليسة اطفال؟ كان فين وبيعمل ايه؟ بعد ما روبي اخدت ابنهم راحت تاني لبيت كوبر، وكان عنده واحد صاحبه. الراجل ده كان اسمه بارت مور. في القائمة اللي روبي اديتها للناس اللي كانوا بره معاها ومع روينا في البار الليلة دي قبل مقتلها مباشرة، بارت مور كان واحد من القائمة دي.
بتقول إنها لما راحت لكوبر اليوم ده ولقت بارت مور عنده، كوبر وبارت سألوها لو يقدروا يروحوا شقتها عشان يستخدموا الدش بتاعها لأن ما عندهمش مياه سخنة في بيتهم، وهي قالت لهم ماشي مفيش مشكلة. ومشيت هي قبلهم ورجعت لمبناها في نفس الوقت اللي جيسيكا كانت راجعة فيه للمرة التانية بتدور على روينا. وده الوقت اللي هم كسروا الباب واكتشفوا جثة روينا جوه شقتها. فده معناه إن كوبر وبارت ممكن يكونوا سبقوها وراحوا على بيت روينا وعملوا الجريمة دي. تفصيلة من ضمن التفاصيل الصغيرة اللي قالتها جوليتا أخت روينا، قالت إنها لاحظت أثناء ما كانت بتنظف الشقة بتاعت أختها بعد الجريمة إن الدش بتاع روينا كان مبلول. فيعني سألت نفسها بعد ما عرفت التفاصيل دي بعد كده، ماذا لو كوبر أو بارت راحوا فعلا استخدموا الدش بس عند روينا بدلا من روبي. المشكلة واللي خلى المحققين ما يستندوش بقوة للقصة بتاعت روبي إن كان فيها بعض التناقضات. تقنيا احنا عندنا 3 جهات مشاركة في التحقيق: مكتب المأمور، قاضي التحقيق، وفرقة إنفاذ قانون في تكساس اسمهم تكساس رينجرز. ففي بيانها الكلام اللي اتحط في تقرير المأمور بيقول إن روبي صحيت أو جيسيكا صحتها الساعة 9:30 صباحا، راحت لبيت جليسة الأطفال جابت ابنها وبعدها رجعت لبيت كوبر طليقها. بس قاضي التحقيق بيكتب في تحقيقه إن روبي راحت الشغل الساعة 11 صباحا مش لبيت كوبر. بعدين في تحقيق تكساس رينجرز الضابط كاتب إن روبي جيسيكا صحتها الساعة 9 صباحا وبعدين دخلت تاني جوه شقتها عشان تنام. مفيش أي كلام عن إنها راحت الشغل أو لكوبر أو لجليسة الأطفال. فالسؤال هنا ليه قصص روبي مختلفة في ال3 جهات اللي اتكلموا معاها؟ هل ده شغل مهمل من الشرطة من كل الجهات دي إنهم مثلا مش بيسجلوا البيانات بشكل صح؟ ده احتمال، بس في احتمال كمان إن روبي كانت بتحكي نسخ مختلفة من قصتها لجهات مختلفة. بس لو عملت كده فهي عملت كده ليه؟ هل روبي مثلا كانت بتحاول تدافع عن طليقها كوبر؟ بس لو كانت عايزة تعمل كده ليه قالت أصلا التفاصيل التانية؟ لو كانت عايزة تغطي على كوبر ليه ما شالتش كل الكلام عنه وعن بارت والجزء بتاع طلبهم انهم يروحوا شقتها وكل الامور دي؟ لو هنشكك في روبي فده برضه يخلينا نفكر في جول صاحب محل المشويات اللي روينا كانت بتشتغل فيه. هو ده اللي قال في الاول خالص للمأمور بتاع المقاطعة فاكرين انها اخدت جرعة زايدة قبل كده، واللي كان بيدعم رواية الانتحار بتاعتهم. ما هي روبي كانت بتشتغل هناك هي كمان، فيمكن قصة الجرعة الزايدة دي ممكن تكون جت من روبي أصلا. لو بصينا في السجل الإجرامي بتاع كوبر فما كانش فيه أي حاجة خطيرة فيه، أخطر تهمة كانت فيه كانت حيازة ماريجوانا، غير كده ما كانش عنده أي حاجة تانية. أما بارت صاحبه اللي مشكوك فيه برضه كان عنده شوية مخالفات مرور، مش حاجة أخطر من كده. عشان كده المحققين عمرهم ما التفتوا في تحقيقهم لأي حد منهم. صراحة المحققين في التحقيق بتاعهم ما التفتوش لأي حد خالص غير القاتل المتسلسل ولمدة ساعات معدودة، وبعد كده قفلوا قضية روينا تاني. فلحد النهاردة الحقيقة لسه مستخبية. هل روينا فعلا ماتت زي ما قالوا، ماتت منتحرة، ولا أسهل حل كان إنهم يقفلوا القضية ويكتبوا انتحار وخلاص؟ لو كانت لوحدها فعلا وقت ما ماتت فمين السبب في العلامات اللي كانت عليها؟ لو كان في طرف تالت فازاي خرج من غير ما حد يحاسبه؟ هل الإهمال كان أقوى من العدالة ولا الحقيقة كانت تقيلة زيادة عن اللزوم؟ وبس كده حلقتنا خلصت. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ولو عجبتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. هستنى اعرف رايكم في الكومنتات ونظريتكم حوالين اللي حصل. شايفين مين من اللي ذكرناهم ممكن يكون له دور في القضيه دي؟ شايفين انها ممكن تكون ماتت منتحره ولا مستحيل وده كان تقاعس تام من الشرطه؟ وبس، واشوفكم قريبا في فيديو جديد.